اخر فيديو كنا اتكلمنا ان الليله دي مش هتخلص الا برحيل واحد بالثلاثه، اما هاني باشا ابو ريده بيه او احمد بيك دياب او الكابتن محمود الخطيب. لا بقى افتح القوس وضيف زياده الوزير اشرف صبحي، اهلا وسهلا بيك. لكن بقى بما ان في ناس مشغله رجالتها على السوشيال ميديا وعايزين يوجهوها ان الخطيب يتحمل اللي عمله او يرجع في قراره ويكون حنفي، فتعالى اقول لك احنا في ظهر الاهلي ومش هنكون استبن يا اكلين التب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم احبابي واصدقائي، برحب بيكم اشرف المصري وكل التحيه لكل الناس. رمضان مبارك عليكم جميعا، ولكن تحيه خاصه لاخواتي الاهلاويه. الرجاله اشتغلت على السوشيال ميديا وكله بدا يضرب نار في كله، ولكن قبل اي حاجه تعالى يا حبيب اخوك نتكلم عن شويه حاجات ثم ندخل في التقيل وندخل في الكبير اللي فيها حل في النهايه. نبدا باللي فضحنا بره وجوه. الكابتن هاني باشا ابو ريده بيه قعد النهارده والناس كلها موجوده حواليه ورئيس الفيفا والدنيا كلها، وراح طالع لك بحته خازوق زي الفل. فدحنا جوه وبره ان الفيفا يسمح ان احنا ننظم كاس العالم مع السعوديه، يدونا مجموعه من المجموعات اللي هتكون موجوده في السعوديه ننظمها في مصر واحنا قادرين على التنظيم. نظم اللي جوه بعدين اطلع نظم اللي بره. ده مش اللي انا قلته، ده الكلام ده اللي قالوه النقاد والصحفيين اللي موجودين في السعوديه. طلعوا يعني شردحوا له وردحوا له زي ما احنا بنقول بالمصري، قالوا له هو انت عارف تنظم مباراه اهلي وزمالك عشان حضرتك تروح تنظم كاس عالم؟ يا عم تويكس، هل انت رجعت لاي حد؟ طبعا انا بقول مره واثنين وثلاثه، مش انا اللي بقول، اللي بيقول اللي بره. فهل حضرتك رجعت لاي حد او اي مسؤول او اي حد كبير في الدوله او عملت اي تنسيقات مع الجانب السعودي عشان تضرب الكلمتين اللي زي الفل؟ حجمك قد كده، حجم مصر اكبر بكتير من اللي انت تتخيله، واكبر بكتير من اسم هاني باشا ابو ريده بيه، علشان تطلع تصغر وتقزم حجم مصر انها تاخد مجموعه من مجموعات كاس العالم وانها تشارك تعاطفا مع السعوديه، وان السعوديه تسمح لينا وان الفيفا يتدخل عشان يسمح للسعوديه. احب اقول لك حضرتك ده مكانتك انت مش مكانه مصر. ونطلع شويتين من هاني باشا ابو ريده بيه نروح لمين بقى؟ لغطس بيراميدز. شفت النهارده بيراميدز غطس والحكام النهارده ما قدروش ان هم ينقذوه. عارف ليه النهارده غطس؟ علشان خاطر يقول لك احنا حياديين يا سعاده البيه. النهارده يوسف اوباما عمل غطسه عالميه جوه منطقه ال 18. الطبيعي ان الغطسه دي بتتحسب ضربه جزاء لفريق بيراميدز عادي خالص، يعني خدنا اسوأ منها واسفل منها واولها منها، خدناها قبل كده، يعني جت على دي يعني وهتعدي. بس لا، العيون كلها بصاصه، خلق حاطه في عينها رصاصه. هينفخونا النهارده يا سعاده الباشا لو حسبنا ضربه جزاء بالشكل ده والفجر ده واحنا في رمضان، ولكنه فجر كروي. احنا بنتكلم على الفجر الكروي. هنا كانت لو اتحسبت كانت الدنيا كلها تقوم تقول لك شوف بقى انت، يعني انت النهارده وامبارح واول. لكن بيراميدز عادي خالص، عيد ماتش زد، عيد ماتشات كتير جدا جدا، عيد ماتش سيراميكا اللي كان موجود قبل كده عيده. بس يعني مش بقول لك انت ايه ارجع اعمله مباشره، اتفرج بس كده على اللقاء ملخص المباراه وشوف حضرتك اللي بيتم مع فريق بيراميدز. غطاس بيراميدز النهارده حب ياخد غطس جديد وياخد ضربه جزاء، ولكن الحكام قال لك لا والله احنا شرفاء قوي، احنا حكام مصر شرفاء ونحن نؤكد على نزاهه وشرافه الحكام المصريين. ايوه اديني يا باشا. لكن بعيدا عن الغطاس وبعيدا عن هاني باشا ابو ريده بيه، هو ليه الوزير يتحط رقم 4 في الليله اللي ممكن تتشال؟ احب اقول لك لان الوزير تدخل قبل المباراه وقال لك احنا هنجيب حكام من السعوديه، وبالفعل اتصل على السعوديه وجاب حكام من هناك في طياره خاصه، وبالتالي الناس دي جت مصر. هم جت ليه يا سياده الوزير؟ حضرتك لو انت متاكد ان النادي الاهلي مش هيلعب او النادي الاهلي ما عندوش حق، لو انت متاكد ان النادي الاهلي ما عندوش حق، ليه حضرتك اتصلت وجبت حكام من السعوديه مخصوص في خلال 3 4 ساعات؟ الحكام كانوا وصلوا مصر وانت كنت عايز تاجل اللقاء ساعه او ساعتين لان الحكام كانوا جايين متاخرين وبالتالي يتلعب اللقاء. الا لو انت مش عارف ان النادي الاهلي عنده حق في الليله دي. مش معقول يكون نادي شايفه ان هو عايز ينسحب، شايف ان النادي ده ما عندوش حق، ثم تروح تحقق له طلب وتجيب حكام اجانب وتقول احنا هنلعب بالحكام الاجانب دول، ثم فجاه الوزير يختفي من المشهد. حضرتك كنت موجود وكنت شاهد ورحت جبت حكام من بره لانك عارف ومتاكد ومتيقن 100% ان النادي الاهلي ليه حق. وبما اننا رحنا للحق، ما تيجي نروح لفرجله. فرج باشا عامر طلع النهارده قال لك حاجه جميله جدا جدا. قال لك في 2018
حضرتك احنا كان عندنا نهائي كاس مصر مع نادي الزمالك، كلنا طبعا فاكرين يعني كابونجو كاسونجو اي قذيفه جاءت يا باتشيكو وبعدين انت فين ما علينا. يعني كابونجو كاسونجو نزل في اللقاء دوت، وقبل قبل نهايه اللقاء بدقيقتين يعني سجل هدف فجر تحكيمي كالعاده، يعني الاستاذ محمد فاروق اللي ساعتها مسك بعد كده في اتحاد يعني ما علينا، يعني في لجنه الحكام وغيره ما علينا، اركن ده على جنب. طلع فرج عامر وقال لك يعني احنا كان ساعتها اللي كان موجود هاني باشا ابو ريده والكابتن والاستاذ احمد مجاهد، تواصل مع الاستاذ فرج عامر وقال له يعني معلش حضرتك احنا مضطرين نجيب حكام مصريين بالرغم ان انت دفعت فلوس الحكام الاجانب، ولكن يعني المستشار عايز قصدي الاستاذ هاني ابو ريده عنده القلب، والدكاتره يعني نصحوه يبعد عن العمل الرياضي، وهو قرر ان هو يبعد عن العمل الرياضي من 2018. بس تقريبا يعني هم الدكاتره ما حددوش انهي 2018 ميلاديه ولا 2018 هجريه، لان الراجل لسه مستمر، يعني ربنا رب يديله يعني طول العمر والصحه. نحن لا نتحدث في تلك الاشياء، ولكن يعني الاستاذ فرج عامر ما حددش صراحه بالظبط هو انهي 2018 اللي كان المفروض تحصل، وقال لك احنا دفعنا الفلوس وفي الاخر يعني قالوا لنا يعني البسوها، البسوا الكاس، يعني معلش اصل انت مش هتاخد الكاس، فالمستشار عايز بطوله. احنا فاكرين طبعا الحاجات المشهوره ساعتها، فيعني عادي يا استاذ فرجله، يعني ايه اللي حصل يعني. وبما اننا جبنا سيره الاستاذ احمد مجاهد، فالاستاذ احمد مجاهد والاستاذ هاني ابو ريده هما الاثنين بيخبطوا في رابطه الانديه، ورابطه الانديه بتخبط في اتحاد الكوره، والاثنين شغالين بسم الله ما شاء الله، يعني ضرب في بعض، هم اللي ضربوا الليله كلها في بعضهم. واعتقد ان شاء الله باذن الله قريبا ان الاثنين ممكن يتحلوا مع بعض ويتشالوا مع بعض، ولكن ما علينا. هو تقول لي هو اللي دخل الاستاذ احمد مجاهد والاستاذ احمد مجاهد في الليله ديت؟ يعني اقول لك يعني الراجل صاحب هنا ابو ريده، يعني يعمل اللي عايز يعمله. يعني الراجل كان عايز يجيبه رئيس لجنه ورابطه الانديه، وبعدين مش لاقي له منصب، فيعني الراجل هيمسك رابطه فجل، يعني قال لك لا يعني هنديله المنصب ان شاء الله باذن الله، نلبس احمد دياب في مصيبه كبيره ومشكله كبيره زي مشكله النادي الاهلي ديت، وبعد كده يحلها المولى من عنده، يعني هنعرف نطيره والرجاله هتجيب رجاله. لكن واضح ان كل واحد وراه حد يعني تخين كده زي حالاتي كده، يعني هيكون يقدر يقف وراه ويسنده، يعني ان شاء الله باذن الله. قول يا رب بس انت. وبعدين ايه بقى؟ ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان كل واحد فيهم طلق رجالته. الرجاله بتاعت ده طلعت قالت لك احمد دياب لا يصلح لمنصبه وهو السبب في المشكله دي كلها ومش عارف ما عملش شيء، واحمد دياب طلق رجالته وقال لك لا عليا الطلبات وانا مش انا السبب الناحيه الثانيه عندك هنا ابو ريده واحمد مجاهد والناس اللي بتتدخل، وكل واحد فيهم بدا يطلع شويه حاجات للتاني. ممكن الاثنين يتصالحوا، خلي بالك ممكن الاثنين يتصالحوا على الكابتن محمود الخطيب وعلى النادي الاهلي، وخليني في مصلحتي دلوقتي عشان ما اتشالش مكاني، وخلينا ممكن نلبسها النادي الاهلي. المفروض قرار هيطلع يعني خلاص، اعتقد يوم السبت هيطلع قرار على النادي الاهلي او لصالح النادي الاهلي او لصالح نادي الزمالك او لصالح المنظومه كلها، هنشوف ساعتها القرار اللي هيطلع. ولكن تعالى هنروح بقى للتركيه الاخيره، وحقيقه وصراحه التركيه الاخيره دي اللي انفرد بيها الاستاذ خالد الادريبي. الراجل طلع قال لك كلام جميل جدا جدا، وقال لك معلومه حلوه قوي، وبصراحه يعني انا كنت بفكر في المعلومه دي. قال لك ما نعمل لجنه، فيها ايه يعني؟ يتعمل لجنه، والكلام ده زي ما احنا قلنا خلي بالك بنسبه كبيره طالع من الوزاره. يتعمل لجنه، واللجنه دي تقول احنا هنبص في مشكله الاهلي والزمالك، وهنبص في لقاء القمه، ونشوف مين اللي ليه الحق. وبالتالي لما نطلع نقول احنا هنعمل لجنه، مستحيل رابطه الانديه او اتحاد الكوره يطلع اي قرار سواء بمكسب الزمالك او خساره الاهلي او انسحابه او الثلاث نقاط. وبالتالي الكل هيسكت لو طلعت الوزاره وقالت هنعمل لجنه وتحقق، واللجنه تحقق تقعد شهر 2 3 تحقق، كان الدوري خلص، وساعتها عرفنا مين بقى فوق ومين بقى تحت بدون 3 نقاط اللقاء ده، وبدون ما يتخصم اي نقاط. والله بقى لو الدنيا اتأزمت ساعتها، تعالى والله احنا يعني هنعيد الماتش. احنا شفنا اللجنه بتقول ان احنا نعيد اللقاء مره ثانيه بتاع النادي الاهلي والزمالك، ونشوف ال3 نقاط دول هيروحوا لمين. والله الدنيا ما اتأزمتش والدنيا مشيت زي الفل، وحد تصدر وفرق بنسبه كبيره جدا جدا، والله اللجنه تطلع تقول لك معلش اصل الموضوع خلص وحضرتك يعني اتخصم منك 6 نقاط، مش فارقه يعني كده كده مش هتفرق في المسابقه. النادي الاهلي الناحيه الثانيه هو قاعد وحاطط رجل على رجله. كل اللي عايزه النادي الاهلي وكل اللي عايزه الكابتن محمود الخطيب لا تحسم المباراه انها انسحاب من النادي الاهلي امام نادي الزمالك، وبالتالي ما يتخصمش 6 نقاط على النادي الاهلي. خلاص يتعمل لجنه ونأجل، ما علينا، انا ما عنديش ادنى مشكله طالما ما حسبتليش انسحاب ولا حسبت اي حاجه خالص، ثم نتحاسب في نهايه الموسم. ما طلعش الكلام ده وما طلعش الخطاب ده، هنشوف ايه اللي هيحصل. وان كان فيها لعبه ممكن تتم في موضوع ان احنا نأجل الموضوع لنهايه الموسم، وممكن ساعتها يعني خلاص انت تكون لعبت ماتشاتك ثم يلبسك في الحيطه، الله اعلم ايه اللي هيحصل. ولكن اعتقد النادي الاهلي معاه كروت، واكبر كارت موجود في الليله دي هو ان الوزير نفسه راح جاب حكام من السعوديه. هيجيبهم ليه وهو عارف النادي الاهلي غلط؟ اشوفكم على خير، السلام عليكم.